القرار الذي أنهى مسيرة تير شتيغن مع برشلونة. تير شتيغن حارس برشلونة الأول قرر إجراء عملية جراحية جديدة، قرار بدا للعديدين وكأنه إعلان نهاية المسيرة في الكامب نو. العملية ستكون في الظهر وستبعده عن الملاعب ل3 أشهر إضافية، 3 أشهر تضاف إلى موسم غاب عنه بالكامل، والنتيجة غياب حتى الجولة العاشرة حين يواجه برشلونة ريال مدريد. لكن حينها سيكون الحارس البديل، سواء كان جوان غارسيا أو تشيزني، قد نال ثقة هانس فليك الكاملة وبات الحارس الأساسي. ومع تكرار الإصابات وبلوغه سن 33 صار تير شتيغن مخاطرة كبيرة على دكة البدلاء، بل صار حارساً غير نشط في أعين الإدارة الفنية. لكن ما هو أسوأ من ذلك أن كأس العالم القادم بات على الأبواب، 11 شهراً فقط، وكان شتيغن قد افتك رسمياً مركز الحارس الأول للمنتخب الألماني بعد اعتزال مانويل نوير، والآن يبدو أن هذا الحلم مهدد مجدداً. لنذكر فقط، تير شتيغن لم يشارك يوماً في كأس العالم أو اليورو بشكل أساسي. ومع كل هذا نشر رسالة مؤثرة قال فيها: أشعر بالحزن لأنني لن أكون متاحاً في بداية الموسم، لكنني أعد جماهير برشلونة، سأعود.